أنا سلمى وعندي 40 سنة، مطلقة من 4 سنين، أعيشها لوحدي. أنا الحمد لله مادياً مبسوطة ومرتاحة جداً، بس الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاني الحب. عمري ما لقيته. دورت كتير وعرفت كتير، بس عمري في حياتي ما حسيت بمعنى الحب وبلذة وجمال وسحر الحب مع أي حد عرفته. كل اللي عرفوني للأسف كانوا بيحبوني علشان مصلحتهم نفسهم وبس. عمري ما حسيت إن في حد بيحبني لشخصي بعيداً عن فلوسي. المهم كنت عايشة لوحدي، فالوحدة صعبة، فما لقيتش حد مناسب، علشان كده قلت لازم أعيش لوحدي وأكرس كل حياتي لخدمة نفسي وبس. بس فعلا حسيت بالملل، ما قدرتش أكمل في الحياة دي، فقلت على الأقل أجيب خدامة تخدمني أو ست زيي ونسهر مع بعض ونتكلم مع بعض وناكل مع بعض عادي، كأننا أصحاب. تمام؟ المهم رحت للمكتب الشغالين علشان أشوف للشغالة. الراجل اللي بيشتغل فيه قال لي ركزين معايا يا رجالة لو سمحتوا، قبل ما أكمل باقي القصة، لو سمحتوا تقديرا منكم ليا، وعلشان إن شاء الله الفترة اللي جاية أنزل لكم قصص كتير كتيرة جميلة وحلوة ومثيرة، بتمنى إنكم تنزلوا حالا دلوقتي تعملوا إعجاب للفيديو ده واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من القصص الجميلة اللي احنا بننزلها في القناة دايما. صدقوني بتنزلوا القصص دي للعبر والعظة والتعلم، أي مشكلة بنقترحها أو أي قصة فيها عبرة فلازم تستفيد منها علشان ما تكررش الغلط اللي ممكن إحنا نحكيه أو نتكلم عنه في القصة. المهم بعد ما رحت المكتب الخدامات قلت له الراجل اللي بيشتغل فيه لو سمحت أنا محتاجة خدامة فعلا، لأني وحيدة وعايزة واحدة تخدمني تعمل لي أكل تغسل لي، وأنا إن شاء الله أظبطها وأكرمها في الفلوس. قال لي من عيوني. قال لي استني عليا يومين. قلت له ليه يومين؟ أنا عايزاها ضروري، محتاجاها ضروري وأخدها معايا. قال لي للأسف الخدامات اللي عندي خلصوا، مفيش غير رجالة عندي، رجالة إنما النسوان خلصوا. قلت له يعني إيه رجالة؟ أنا مش عايزة رجالة. قال لي لا مفيش غيرهم. قلت له طب هستنى عليك كام يوم؟ قال لي مالهم الرجالة؟ أنا عندي إنسان كويس محترم جدا، صدقيني إن شاء الله ينفع معاكي. قلت له لا أنا هستنى بنت. قال لي بس انتي جربي. فضل يقنعني إن هو شخص كويس ومحترم أو وإنسان محل ثقة. فطبعا قلت له هو طب منين وعنده كام سنة؟ قال لي عنده 23 سنة، صغير بس ما دخلش المدرسة. بابا مات ومامته متوفية، هو كان عايش لوحده، حتى مش لاقي شقة يعيش فيها، فعشان كده اشتغل علشان يصرف على نفسه. هو حكالي القصة دي صاحب الشغل بتاع مكتب الخدامات ده، حكالي القصة. قال لي واد غلدان وعلى نياته، في حاله في حال نفسه، أنا مش هيعمل أي حاجة غلط. قلت له أهم حاجة عندي الأمانة، وأهم حاجة عندي النظافة. قال لي من ناحية الأمانة والنظافة ما تقلقيش. المهم قلت طب أنا عايزة أشوفه. قال لي حاضر، نده عليه، هو اسمه سامي. تمام، اسمه سامي. قال له يا سامي؟ قال له نعم. طبعا أول ما أنا سمعت إن هو قال له نعم قلت أكيد إن الشخص دوت كويس، محترم، أكيد هيبقى محل ثقة، أكيد فعلا أنا هرتاح معاه. المهم بصراحة لقيته إنسان ولد نظيف، وبسم الله ما شاء الله، جسمه فاير زي ما بيقولوا، جسمه مليان وحلو، عريض وطويل ما شاء الله عليه، بس كان أسمر. وعلى فكرة أنا بعشق الرجالة السمرة وبعشق الرجالة البيض، الاتنين أحلى من بعض بجد، سبحان الله، هي الحياة نفسها أذواق، في اللي بيحب كده وفي اللي بيحب كده، بس والله الأسمر جميل والأبيض جميل، كل الرجالة حلوين بجد. المهم الشخصية والمعاملة، طالما الراجل رومانسي وحنين وعارف اللي ليه واللي عليه وشخصيته قوية وقد المسؤولية وقد كلمته، صدقني هيكبر أي حد إنه هو يحترمه، خصوصا الست. المهم الراجل قال لسامي انت هتروح مع الست دي تشتغل عندها. راح سامي رد عليه قال له تمام. المهم أخدته ورحنا على الشقة. قلت له يا سامي، طبعا لقيته عنده 23 سنة، هو لسه صغير بس بسم الله ما شاء الله جسمه فاير. تمام، أنا لما شفت طوله طول بعرض كده، لما شفته ما صدقتش، مستحيل أديله سنة، فقلت عنده 35 سنة. المهم رحنا للشقة، ما دخلت الشقة عرفت كل حاجة في الشقة. قلت دي غرفتك اللي هتنام فيها، خصصت له غرفة، قلت له دي غرفتك ودي جنينة ومعرفش ايه. المهم فهمته كل حاجة.
أول يوم طبعا هو كان جعان، فأنا جبت له أكل جاهز. قلت له أهو التلاجة، أنا عاملة لهم تلاجة في الأوضة التانية، في تلاجتين عندي، تلاجة جوه عندي وتلاجة برفعها. قلت له أهات التلاجة لو حبيت مثلا تشرب مية في الليل ولا أي حاجة. قال لي شكرا يا مدام. المهم سامي ده أخد أول ليلة أخدها ونام، وصحي الصبح الساعة 10 شفته في الجنينة عمال يروق الجنينة، عمال يرشها، معرفش يقص شجر وكده. بصراحة أنا كنت معجبة قوي بنشاطه، دايما كان بيقول لي محتاجة حاجة يا مدام، أنا خلصت الجنينة وهعملك العشاء، هعملك الغدا. بصراحة الشخص دوت كان خدام وفي نفس الوقت كان طباخ وجنايني، بيعرف كل حاجة بجد، لدرجة إني كل ما ده كل يوم بعرفه أكتر أو بشوفه أو بشوف شغله بكتشف فيه حاجة أجمل من اللي قبلها. فعلا خليته يزيد في نظري قوي. المهم قلت إن الشخص بتاع الشغل ده كان عنده حق لما قال لي خدي سامي ده. المهم وجالي اليوم الموعود. بعد أسبوع بدأت أحس بحاجات غريبة من ناحية سامي، خصوصا لما كانت عشاء بالليل، وقت العشاء بالليل كان يحضر لي العشاء ويجيبهولي، وكنت لابسة لبس البيت. طبعا انتوا عارفين يا حبايب قلبي لبس البيت لما الواحد مثلا يبقى بحريته. فالمهم كنت حاسة إن في ثقة ما بيني وبين سامي ده، عادي جدا إن أنا ألبس أي حاجة. المهم هو بيقدم لي العشاء، لقيت عارفين الكيلسون كان لابس بنترون كيلسون، طبعا المسائل كلها كانت باينة. أنا أول ما شفت المنظر ده وهو بيتهز هو جاي عليا، خصوصا لما هو بيحول الأطباق، بصراحة أنا اتجننت، ما صدقتش نفسي بصراحة. أنا كياني اتهز بصراحة، كان أحلى عمود شفته في حياتي، عمود متين وجامد بيتهلز كده وحلو جميل بصراحة، كان حلو قوي تمام. طبعا انتوا عارفين عمود الكهرباء، انتوا فاهمين طبعا، فاهمين يا حبايب قلبي. فالمهم في اللحظة دي ما تتصوروش أنا حصل لي إيه أو عملت إيه. طبعا بكل شجاعة بصراحة حسيت إن أنا خلاص أقول لكم إيه طيب. فالموضوع بالنسبة لي ما كانش مجرد خدام كان بيخدمني، لأ، أنا في الوقت ده كنت عايزة أعمل أي حاجة علشان يحبني، علشان يتعلق بيا، علشان يديني كل حاجة فيه. ما هو اللي شفته أنا مش قليل، وكفاية سنين الحرمان اللي أنا عشتها، الوحدة صعبة قوي يا حبايب قلبي. المهم عارفين طلبت منه إيه؟ قلت له على فكرة أنا تعبان ومعلش هتجيب لي الأكل في أوضة النوم جوه. قال لي حاضر يا مدام، وشال الصينية. طبعا دخلت جوه وراح جاب لي الأكل على الصينية. أول ما دخل طبعا يا حبايب قلبي معلش طولت عليكم، هضطر إن أنا أكمل لكم الجزء الثاني بتاع الحكاية دي، بس لو لقيت إعجابات على الفيديو ده ولقيت فعلا الفيديو جاب تفاعل، أنزل لكم الجزء الثاني من الحكاية الجميلة والمثيرة. شكرا ليكم.